السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا واقض لنا حوائجنا على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، أمران لا يدومان في الإنسان: شبابه وقوته، وأمران ينفعان كل إنسان: حسن الخلق وسماحة النفس. اللهم حسن أخلاقنا واجعلنا من أصحاب النفوس السمحة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأمران يرفعان من شأن الإنسان: التواضع وقضاء حوائج الناس. اللهم اجعلنا من عبادك المتواضعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا سببا في قضاء حوائج الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. وأمران يرفعان البلاء: الصدقة وصلة الأرحام. أيها الإخوة الكرام، إذا أردتم أن يرفع الله البلاء عنكم وأن يزيد الله في أرزاقكم وأن يبارك لكم في أعماركم، فصلوا أرحامكم وأكثروا من الصدقة، فإن الصدقة ترفع البلاء وتطفئ غضب الرب. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا جميعا بهذه الصفات الكريمة، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ربنا سميع قريب مجيب للدعاء. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.